أضاء الفانوس ليأخذ محمدا إلى مسقط، حيث يجتمع العمانيون على موائد الإفطار في أجواء من التقاليد الهادئة والبسيطة. في عمان يتناول الناس إفطارهم عادة في المنازل، لكن هناك إفطارات جماعية تقدم في الساحات والمساجد. وعندما استيقظ محمد فرأى رجل من بعيد فذهب وسلم عليه، فظل يتحدث معه حتى اقترب وقت أذان المغرب، فأخذه الرجل إلى بيته فقدم له الفطور، وهو التمر والقهوة العمانية المنكهة بالهيل، ثم يصلون المغرب، وبعدها تناولوا الوجبة الرئيسية التي تشمل أطباقا مثل الشواء والأرز العماني والمرقوق. قال الرجل الذي عزم محمد إلى منزله: هنا نفضل الإفطار مع العائلة، لكن في القرى المجاورة تنظم موائد في المساجد للعمال. وبعدما ذهبوا لصلاة العشاء والتراويح عادوا إلى المنزل لتناول الحلا، وهو الهريس والحلوى العمانية.